جماعة خلينا متفقين اللي ما جربش الفراخ بالتتبيلة دي فايته نص عمره. بجد تحفة تحفة تحفة، سهلة وبسيطة وسريعة. في الاول كده هجيب خلاط بتاعي وانزل فيه بصلاية وقرن فلفل وحامي وبارد وثلاث فصوص من الثوم، وكمان هنزل بمعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، وكمان معايا طماطمايه المقدار ده للفرخة الواحدة، ومعلقة من العسل، وشويه كده من البهارات هقول لكم عليهم دلوقتي: ملح وفلفل اسود وسبع بهارات و اهو سبع البهارات اهو. وكمان هحط بابريكا مدخنه، مفيش بابريكا مدخنه لا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك، هنحط بابريكا عاديه جدا، لكن البابريكا المدخنه بتديها طعم حلو اكتر. وشويه من الكزبره، وهضربهم بقى كويس جدا لحد ما يوصل معايا للقوام ده. هجيب بقى اي بوله هبدا اتبل فيها الفراخ بتاعتي. الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا فرخه، الف حمد شكر ليك يا رب. ما هو في الزمن ده اللي يجيب فرخه يحمد ربنا، الف حمد شكر ليك يا رب. جبت الفرخه وقطعتها اربع تربع، والربع قطعته نصين، ولو عرفنا نقطعه اكتر من نصين نقطعه عادي يعني. مشوا الدنيا. وهخليها بقى ايه تتعمق كده في التتبيله، ونركنها شويه لحد ما تتبل. جماعه انا مش قادره اوصف لكم ريحتها اصلا من قبل ما تتحط على النار عامله ازاي. بجد تحفه خيال. طبعا انا بحب الكبد والقوانص تاخد من التتبيله دي وتتشوح معاه وتستوي معاه، وبتستوي والله يا جماعه. بعد كده بعد ما سبتها تتبل شويه هجيب بقى الطاسه بتاعتي وانزل بها بشويه من الزيت، معلقتين كده من الزيت، وابدا بقى انزل بقى بالفراخ بتاعتي بعد ما تكون الطاسه سخنت قوي. ولازم الولعه تكون عاليه علشان الميه الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها، انا مش عايزه الميه تنزل، انا عايزاها تاخد الصدمه بتاعتها واللون الجميل اللي هي تاخده ده. انا مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك. بعد مرور 5 دقايق تقريبا هبدا بقى ان انا اقلبها كده. شايفين بدات تاخد لون، والصوص اللي تحت بدا يتقل كده، وحاجه كده اخر قله ادب. صح حقيقه اخر قله ادب. الواحد لما بيكون بيسجل الفيديو بيكون خلاص كل بيسجل الفيديو بيجوع تاني. فمش عارفه، شوفوا لنا حل بقى في الموضوع ده. شايفين الالوان الحلوه اللي بدات تاخدها دي؟ وهسيبها تاخد بقى صدمه على الجهه التانية، وهبدا بقى ان انا اشيلها في اي بوله تانية علشان ابدا اشوح معايا البطاطس. هتحط بطاطس مع الفراخ ليه؟ اصل الفراخ بتخاف تخش الفرن لوحدها يا جماعه، فانا هحط لها بطاطس معاها عشان ما تخافش. قطعت هنا حبيتين من البطاطس، حجم كبير شويه مش صغير، وحبيتين من البصل قطعتهم جوليان كده او طرنشات، تخين برضو مش رقيق، عشان على ما يدخل الفرن ويطلع ما يبقاش مهري معايا. هبدا بقى اقلب البطاطس بكل البهاريز اللي نزلت من الفراخ دي. مش قادره اوصف لكم يا جماعه الريحه كانت عامله ازاي بجد. جربوها مش هتندموا. ايوه بالظبط كده، هتشوحيها شويه يمين وشمال كده، وبعد كده هنكون الفراخ بتاعتنا هنحطها على وشها. بالظبط كده. جماعه الاكله دي انا بعشقها بعشقها بجد والله. صينيه البطاطس بالفراخ، او صينيه البطاطس باللحمه، او والله لو عملنا البطاطس بس كده جنب شويه رز بشعريه وطبق مخلل هتقضي برضو، يعني مش لازم يكون في فراخ او لحمه. اعملوا بالموجود يعني. والحمد لله على كل حال. هنا بقى هتجيب بقى هنا الباقي من التتبيله بتاعتي، انا كنت شايله شويه تتبيله على جنب. هبدا بقى انزل عليهم على الوش كده. يا سيدي يا سيدي. شايفين البقبقه؟ شايفين البقبقه اللي ظهرت دي كده؟ وبعد كده هغطيها وادخلها الفرن. تكمل بقى سواها في الفرن على ما اجهز شويه الرز ابو شعريه بتاعي. انا ما عملتوش معاكم الفيديو ده الصراحه علشان خلاص يعني انتوا حفظتوا طريقتي. شايفين بقى هنا كانت في الفرن بعد ما استوت عماله تبقبق ازاي. مش قادره اوصف لكم هي حلوه قد ايه. لو عجبتكم متنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم، وتمنوا لي الخير. يا رب يا رب يجعل لنا كلنا الخير يا رب. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد. جماعه خلينا متفقين ان اللي ما جربش الفراخ دي فايته نص عمره، والله العظيم. اللحمه بتدوب، الفراخ دايبه دوب، والبطاطس مش معجونه. هوريها لكم دلوقتي، مستويه السوا المظبوط الصح.
مش قادرة. اهم حاجه الصوص بقى، اهم حاجه شويه البهاريز دي كده. يا جماعه جربوها، جربوها وهتدعوا لي واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها.